شنو النتيجة ديال نفي السببية في الحضارة الإسلامية؟ هذا راه نقاش اللي خصو يتفتح دابا، لأن ابن رشد خاضوا هذه 800 عام لما رد على الغزالي في موضوع السببية وقال له انت ملي كتنكر السببية فقد جحدت الظواهر الكونية والطبيعية، ما يمكنش لك تفهمها فهم علمي، وما يمكنش لك توصل للصانع من ورائها، لأنه هو اللي دار هذا النظام. يعني ابن رشد أعطى المسلمين والفقهاء منين يخرجوا، ورفضوا ذلك وأحرقوا كتب ابن رشد واضطهدوه وكادوا يقتلونه ونفوه من منصبه، اللي كان قاضي قضاة قرطبة، ما كانش شخص عادي، كان قمة زبدة النخبة. فلما جحد فقهاء المسلمين السببية لصالح الإرادة الإلهية في الفكر الأشعري، ما بقاش ممكن البحث العلمي عند المسلمين، لأن البحث العلمي كله مرتبط بالتجربة والدراسة التجريبية اللي هي كتبين أن نفس الأسباب تؤدي دائما إلى نفس النتائج. فكيبدأ الإنسان بالملاحظة، ثم كيصوغ الفرضية، ثم كيدير التجربة اللي كتأدي فيها الأسباب لنفس النتائج، ثم كيصوغ الصياغة الرياضية، في النهاية القانون الطبيعي أو الفلكي. هذا كيفسر لنا علاش العلوم ضعفت عند المسلمين، وعلاش الحضارة عندهم تقلصت وانكمشت، لأن الأفكار اللي خدوها لاهوتية، طريقة باش خدوها ما كتساعدش على نشر العلوم، وهذا الشيء ما كنتهموش فيه الدين، كنتهموا فيه الناس اللي فهموه بهذه الطريقة، لأن كان ممكن أن يفهم الدين كما فهمه ابن رشد وابن سينا. واش ابن سينا ما كانش كيعرف الدين؟ كان ضليع في العلوم الشرعية. واش ابن رشد ما كان كيعرفش الدين؟ كان قاضي القضاة من أكبر الفقهاء وكان كيعرف الدين إذن، ولكنه قرأ الدين قراءة مغايرة لقراءة الفقهاء، قرأه قراءة برهانية، قراءة عقلانية اللي كتسمح بانتشار العلوم وتشجيع العلم والمعرفة والبحث. بينما الفقهاء اللي كيتحكموا في الدولة وكيأثروا المجتمع فهموا العكس، والنتيجة هي التخلف. علاش التخلف؟ لأن ماشي بحال ابن رشد وابن سينا، ما بحال الفقهاء. ابن رشد وابن سينا هم خاصة الخاصة، هم نخبة النخبة، ما عندهمش سلطة وما كيأثروش العامة والمجتمع. شكون اللي كيأثر العوام والمجتمع والناس، الطبقات والفئات الشعبية؟ هم الفقهاء. فالفقهاء خرجوا على المجتمع الإسلامي لأنهم أثروه في واحد الوعي اللي مضاد للعلم ومضاد للعقل، وما اكتفوش بهذا الشيء هذه 1200 عام 1000 عام، لا، حتى في 2020 عاود خرجوا لنا بنفس الشيء باش يعاود يفسدوا ثاني الوعي ديال الناس ويجعلوا الناس ما يفكروش تفكير واقعي علمي موضوعي، وجبدوا لنا ثاني نفس الاحاديث، وجبدوا نفس الاخبار اللي كذبها ابن الخطيب وكذبها ابن زهر وكذبها يعني ابن رشد وكل العلماء، الخوارزمي، جابر بن حيان، بن الهيثم، العظماء كلهم ديال العلوم الحضاره الاسلاميه كانت لهم نظره مغايره كليا، ولهذا اضطهدوا واتهموا بالالحاد والزندقه، وكاد بعضهم يقتل، ومنهم من اضطر لأن يتظاهر بالجنون باش ما يقتلوش، وقالوا صافي هذاك حمق خليوه. عالم كبير يتظاهر بالجنون فقط خوفا من الفقهاء ومن المجتمع. أنا كنقول هذا الشيء اليوم لخوتنا المغاربة وخوتنا المسلمين اللي كيقولوا لقد برع الخوارزمي في الجبر، وبرع ابن الهيثم في كذا، وبرع عباس بن فرناس. نعم برعوا، ولكن علومهم لم تصبح مؤثرة للوعي الجمعي ليفهم الناس الظواهر علميا. تأطير المجتمع كان تأطير خرافي أسطوري، ولما كيكون العلم غير نخبوي في دائرة ضيقة بحال في أوروبا في العصور الوسطى نفس الشيء، ما كيعطيش نتيجة، كيبقى محصور. المكتبة الإسكندرية كانوا فيها فلاسفة كبار وعلماء كبار، ومنهم هيباتيا اللي برهنت
زوج القرون قبل الإسلام، يعني في القرن الرابع الميلادي، برهنت على أن دوران الأفلاك السماوية هو دوران بيضاوي وليس دائريا. وما غتأكد هذه الحقيقة إلا في القرن السابع عشر مع يوهانس كيبلر، الذي غادي يجي باش يقول أن الدوران إهليلجي، بمعنى أنه بيضاوي وليس دائريا. فهذا الجو هذا مكتبة الإسكندرية بعلمائها وفلاسفتها، ويحيط بها جموع غفيرة من العوام ورجال الدين المسيحيين اللي كيأثروا المجتمع في ذاك الوقت في القرن الرابع الميلادي تأطير ديني بالخرافات وكذا. وبقوا هذوك الناس معزولين إلى درجة أن في النهاية رجال الدين هذو حرضوا العامة على الهجوم على مكتبة الإسكندرية، وهجموا عليها وأحرقوا الكتب وقتلوا هيباتيا وقتلوا الكثير من الفلاسفة والعلماء، وضاعت الكثير من الكتب والمخطوطات. يعني عندما يهجم الجهل على العلم، حدث هذا عند المسيحيين، حدث عند اليهود، ويحدث عند المسلمين. وأتأسف لأنني ما كنقولش بصيغة الماضي حدث عند المسلمين، أقول حدث ويحدث عند المسلمين، لأن ما زال إلى اليوم إذا قلت فكرة علمية كيسخروا منك الناس. وأنا غنعطيكم غير مثال ديال هذه الأيام. يعني عالم فلكي مغربي عايش في النرويج وهو السي حماد عاشور، وهو شخصية علمية محترمة في النرويج، كان كيكتب المقالات ديالو بالإنجليزية وتلقى ترحاب واحترام في المجلات العلمية الكبيرة في أوروبا وفي غير أوروبا. فقرر أن يكتب بالعربية ليوعي الناس، باش يوعي الناس في المجتمع ديالو، لأنه مغربي من شمال المغرب. فكتب مقالا حول يعني المذنب اللي كيقترب الآن، اللي هو داخل المجموعة الشمسية ديالنا وغادي يقرب كثير في شهر ماي، غيدوز حدا الشمس ديالنا. وكنشوف التعقيبات ديال المغاربة عليه ما فيهاش أي احترام، كيتهموه بالجهل وكيقولوا له ما أدراك كيفاش عرفتي أن السرعة ديال هذا المذنب كذا وكذا، منين جبتي هذه الأخبار؟ كيضحكوا عليه، يسخرون منه. كيقول لهم راه يبعد عنا بكذا وكذا مليون كيلومتر، ويسير بكذا وكذا السرعة ديالو في الكيلومتر فيسخرون منه ويجيبونه بالحمدلة والحوقلة والتهليل والتكبير، عبارات دينية للجواب على مقال علمي محض. شوف المستوى ديال التردي اللي وصلنا له. ولما جاب المقال الثاني حول الرجم، يعني ما يسمى بالنيازك علميا ويسمى دينيا بالرجم الشياطين، كان له نفس الشيء ثاني. قالوا له أنت يعني التفسيرات اللي كتعطي القرآن يقول كذا وأنت تقول كذا، وما يقوله القرآن لا يمكن لك أن تصل إلى مستوى علمه، ولذلك فالأرجح هو ما يقوله القرآن. بينما التفسير بسيط أصبح عند الأطفال ديال 5 سنين و4 سنين في الدول المتقدمة كيعرفوا بأن كل جسم دخل الغلاف الجوي يحترق، وأن هذا هو المشهد ديال النيازك من الحجارة وغير ديال من الموجودات الفضائية اللي كتخترق الغلاف الجوي ديال الأرض. فأنا كنعطيكم هنا يعني أمثلة يعني مريرة ما كنرضاوهاش لبلدنا والناس ديالنا ولشعبنا، أمثلة مريرة على مقدار التخلف اللي احنا كنتخبطوا فيه. المسلمين ما بغاوش يكونوا من هذا العصر، ما كنعممش ماشي كلهم، بعض الناس اللي بقاو كيعيشوا منهم في الماضي ما باغيينش ينتميوا لهذا العصر وكيقاوموا باش ما ينتميوش ليه، وكيديروا واحد المجهود كبير، كيستعنوا بالخرافه، كيستعنوا بالشعوذه، كيستعنوا بالعواطف ديال الغوغاء ديال الناس البسطاء باش ما ننتميوش للعصر ديالنا وما نستافدوش من العلوم. ولكن المسؤوليه هي مسؤوليه الدوله مره اخرى. علاش؟ لان الا الدوله بغات ان هذا الشيء كله يتغير في 25 سنه يتغير، كنخلقوا جيل جديد ديال العلم وديال المعرفه وديال النور القيم الانسانيه النبيله. 25 سنه من التعليم الجيد ومن مدرسين اكفاء وطنيين عندهم غيره على بلادهم وانسانيين في النزعه ديالهم وكيحبوا العلم وكيحبوا تلاميذهم. نعم. وكيحبوا وطنهم ايضا وعندهم ارتباط بالارض اللي ولدتهم. 25 سنه فقط كنخلقوا جيل جديد
وإلا ما بغيناش غادي نبقاو في هذا الوضع للأسف ومربعين يدينا. وكنتسناو أن مختبرات ديال العلوم في العالم المتقدم وعلماء الفيروسات الكبار يكتشفوا لنا اللقاح باش نقدروا نخرجوا من ديورنا ونمشيو لخدمتنا.